هو ليه مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مهمة وصعبة كمان؟ تعال اشرح لك بالراحة. زي ما انتم شايفين، ده ميعاد المباراة الساعة 5 يوم الأربع، وده طقم الحكام، وما تركزوش معاهم. إن شاء الله سهلة ومش مستاهلة. مش إن الاتحاد سهل، بالعكس. الاتحاد السكندري آخر مباراة قدام النادي الأهلي عرف يضيع منه نقطتين. طب إيه؟ الاتحاد السكندري مستعد لك بدني جدا جدا، وتحط تحت كلمة بدني دي 87 خط. النادي الاهلي عنده مشاكل بدنيه، ودي هي المشكله. عنده كم اصابات، وهي دي المشكله. عنده انذار رهيب اسمه احتماليه اصابات. اكتر 3 لعيبه حتى لو بيلعبوا كويسين غالبا هيتغيروا في المباراه: جراديشار، مروان، هاني، ولاعيبه تانية عندها، بس مش بنفس الخطوره اللي عند ال3. مش بقول ان هم هيتصابوا، بس مجبر لعيبه النادي الاهلي تدور على تريح اللعيبه دي. خلص نفسك بدري. كل دقيقة بتعدي خطر على الأهلي. وفي خطر كمان إن النادي الأهلي هو اللي نازل المباراة عايز يغير النتيجة 0-0. ليه؟ زي ما أنت شايف ده الترتيب. بيراميدز بيكسب وبيدبدب، سيراميكا الأول، فما ينفعش النادي الأهلي غير الفوز. التعادل زي الخسارة، الاتنين بطعم المرارة. فضغوطات مباراة مهمة، فوز ورا فوز. شد بينا، يلا بينا، الدوري بينادينا. خلص الكلام، السلام.